علي قنيدة عويد، جندي في عمليات صلاح الدين. سؤال رئيس الجمهورية: إذا قائد عمليات صلاح الدين. لا جنابك احكي لنا شنو انت كنت موجود انا كنت موجود هناك. اي تفضل احكي لنا عمليات صلاح الواقع. الدين يوم 10 التحقت منه، العفو، من الناصرية، وسمعنا اخبار بان الموصل سقطت، بس احنا ما كان تعرض لنا الى ان ثاني يوم اللي هو يوم 11/6 نزلت بما يقارب قذائف هاون 2 أو 3، بس ما ضرنا بشيء لأن كانن بعيدات من الموقع مالتنا. صارت دربكة أو وهوسة بيناتنا، احنا ما نعرف القضية شنو، فجمعنا الضابط اللي ذكر اسمه قبل شوية صديقي بالورقة، معلوم سيد الرئيس. جمعنا التقى بينا، قال احنا بالنسبة لنا ماكو شيء، واحنا راح نسحبكم القاعدة سبايكر. انت كنت ويا نفسه نفس الوقائع انا بنص المجزرة، بنص الموقع، نفس الوقائع الحكاها انت مؤيدها؟ بلي اكو اضافه عليها؟ رئيس الجمهورية ماكو اختلاف. انا انطيك 3 دقائق مختصر من وقتكم. تفضل. انسحبنا، قبل ما ننسحب التقى بينا رئيس عمليات صلاح الدين علي الفريجي اللي هو جالس امامكم. سلمنا الهاتف النقال، موبايلاتنا، لان احنا كنا مسلمينها بباب النظام، ما يدخل شخص اذا وياه موبايل. سلمناها بالباب ودخلنا اللي جوا. المهم بقينا لازمين سرة، هو دا يسمع الحكي. تقدر تحدد وحدتك بالدقة؟ عمليات صلاح الدين قلت لك. عمليات مطلق؟ لا الوحدة مالتك. عمليات صلاح الدين. عمليات صلاح الدين دعم وإسناد. نعم. عمليات صلاح الدين دعم وإسناد. فوج أو لواء احنا نسميه بما يعني هم انطونا الاسم، احنا جدد سموه لنا لواء 66. يعني هسه عنوانك العسكري اريد نسمعه بالضبط. عنوان العسكري أي. عمليات صلاح الدين. هذا مو عنوان عسكري. دعم وإسناد لواء 66. موجود عندي الكتاب، جايبه وياي يم السيد الدكتور. تفضل. شكرا. شكرا. شكرا.